السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة بقى؟ احنا غدانا عند حماية وحماتي تحت. انا قبل كده عملته معاكم الفراخ. انا معايا فرختين كده حلوين، غسلتهم وحطيتهم على النار يتشوحوا، ومعانا دلوقتي طماطم وكوسة. هعمل الصلصة كلها مرة واحدة علشان الخضار. والشوربة بتاعتنا، الفراخ بتاعتنا يا حبايبي اتشوحت وحطيت عليها بقى شوربة عشان تستوي. وام مايه معانا كده بتعمل الكوسة، بتقشرها علشان هنعمل خضار كوسة. وهنعمل شوية قرنبيط كده، اللي عاوز ياكل كوسة ياكل، واللي عاوز ياكل قرنبيط ياكل. وكمان هنعمل كفتة يا حبايب قلبي. انا وسلفتي تحت ام مايه وام ابراهيم. بنعمل مع بعض، كل واحد ماسك حاجة يعملها. ربنا ما يحرمنا من لمة الحبايب يا رب. حبايب قلبي اللي ما اشتركش في قناتي ممكن يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، فضلا ليس امرا. ام مايه دلوقتي هسيبها تكمل الكوسه واروح الفراخ دي استوت يا حبايبي، وهطلعهم واسيب الصدور بقى ايه عما تستوي. وكمان قعدت شويه وبعدين رحت تاني للفراخ، اتلاقيت الصدور بتاعتنا استوت وطلعتها، وهدي غلوة الشوربة وهاخدها بقى اصفيها. والصلصة بتاعتنا يا حبايبي اتسبكت معانا، وانا صفيت كمان الشوربة. هاخد شوية على المكرونة، خدت شوية صلصة على المكرونة وقلبتها ببعض، وهاخد شوية شوربة واحطها على المكرونة انا ما سلقتهاش يا حبايبي، انا حطيتها في قلب الصلصة وحطيت شوية شوربة عليها. هتستوي بقى مع نفسها، سيبها تغلي وهدي عليها زي الرز كده يا حبايب قلبي، بتبقى جميله وطعمها حلو. انا هسيبها بقى تغلي وهغطي عليها. وغسلت الرز وهسيبها يتنقع شويه على البوتاجاز. والعين التانية حط عليها بقى المكرونه، وسبت المكرونه دلوقتي غلت ههدي عليها وبعد شويه هشوفها تاني يا حبايبي. هي كده المكرونه بتاعتنا استوت، وهنروح كمان نولع على الرز يستوي. وام ابراهيم عملنا كفته يا حبايبي. هي جابت صدرة فرخه وفرمتها مع طماطم وفلفل وتوم، وفرمت ده كلهم. وجبنا بقى الكفته بتاعه الرز، حطيناها في قلب الطبق، ولفينا المكونات دي كلها ببعضها. وهي جابت بهارات، جابت جنزبيل وجابت 7 بهارات وبهارات الكفتة وحطتهم. وهي دلوقتي بتصبحها اهي. بتعملها صوابع كده، وهنحطها على صينية يا حبايب قلب، وهنبقى نسيبها شوية 5 دقايق كده برضو تشد معانا شوية. عما نبقى نحط لها بقى الشوربة على على البوتاجاز عشان نغلاها بقى فيها تستوي فيها. هي ام ابراهيم دلوقتي بتصبحها علشان تبقى صغيرة. الكفتة دي يا حبايبي مكوناتها بتبقى غلة ورز وفول سوا وذرة كمان. بتطحنوا ده كلهم مع بعض. ولو انت حابة كمان ان انت تعملي رز بس تغسليه وتفرميه في الكبة مع لحمة وحاجات من دي عادي، براحتك. بس دي طريقة بقى ام ابراهيم. اما انا طريقتي، انا بحب الكفتة دي يا حبايبي بسلق لها حباية بطاطس، وكمان انا بعمل لها صلصة بسبكها ليها واحطها عليها واقلبها فيها. لو حابة ان انا احط لحمة فيها مفرومة بحط، حتى احب صدرة فرخة برضو بحط. بعد ما ام ابراهيم عملت الكفتة والشوربة بتاعتنا صفتها يا حبايبي، وكمان ام ماية معانا جابت الكوسة بعد ما قطعتها قطع صغيرة، جابت شوية صلصة كده حطتهم عليها وهتقلبها، وهتحط كمان شوربة عليها، وهتسيبها بقى على النار تستوي. وبعدين هي هتقلبها كويس كده علشان من تحت يا حبايبي بيبقى فيه صلصة نزلت تحت في قلب الحلة. وام ابراهيم جابت كمان كده شوربة وسيبتها بقى تغلي علشان نحط فيها الكفتة بتاعتنا. انا بحط الكفتة اهي يا حبايبي في قلب الحلة عشان تستوي بقى فيها شوية. انا بحطها واحدة واحدة كده عشان ما تفكش معانا. ولازم يكون الشوربة بتغلي، او انتي لو ما فيش متاح عندك شوربة حط شوية مية بقى بالبهارات بتاعتك من مرق الدجاج. وام مية دلوقتي بتحمر القرنبيط
واما يتحمر ناخد شويه بقى الصلصه الاخر نحطهم بقى على القرنبيط يا حبايبي. القرنبيط كده اتحمر معانا، هنحط عليه شويه بقى صلصه من اللي معانا، وهنسيبه كمان يستوي على النار. ونحط كمان شويه شوربه عليهم كده. انا حطيته كده على النار، اسيبه بقى يستوي مع نفسه. ونروح نشوف يا حبايبي الكفتة بتاعتنا استوت ولا لسه. هي كده استوت. بقى هتشيلها وهنصفيها بقى علشان نسيبها تبرد شوية ونحمر. أم ابراهيم بقى تكون شالت الكفتة بتاعتنا كده وصفتها، وكون انا حمرت الفراخ. انا حمرت الفراخ حمرت شوية ومية شوية. تمام كده، كان ايدينا مع بعض يا حبايب قلبي، ما سيبناش بعض. كان حماية وحماتي كان عازميننا ونزلنا اتغدينا معاهم تحت. تمام كده يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. معلش انا اتاخرت عليكم كده عن تنزيلات الفيديوهات بتاعتي، بس ان شاء الله ينزل لكم بقى فيديوهات كل يوم، وفي تحديات، وان شاء الله هكون معاكم على القناة على طول. تمام كده. ام ابراهيم خلاص بدأت تشيل الكفتة كلها من الشوربة وبتصفيها كويس علشان نسيبها تبرد وبعد كده نحمرها. ودلوقتي الفراخ بتاعتنا بتتحمر وهنخلصها تحمير، وهنروح انا وام ابراهيم. ام ابراهيم دلوقتي جابت بيض، وحطت بقى البهارات بتاعتنا والدقة، او لو او مكان دقة بملح، هي يا حبايب قلبي. وهنقلب الكفتة كويس في قلب البيض وهنصفيها، ومعانا بقسماط وهنقلبها. احنا عملنا شوية ببيض ببقسماط وشوية كمان من غير بيض، عشان برضو في ناس ما بتحبوش من غير بيض يا حبايبي. دلوقتي ام ابراهيم هتقلب الكفتة في البقسماط كويس، وبعدين هنسيبها برضو شوية اما البقسماط تنشف عليها علشان نحمرها ما يكون ام مية خلصت تحمير الفراخ. تمام كده. هي بتقلب في قلب البقسماط واحدة بواحدة عشان تشرب من البقسماط. ولو انت حابة ان انت تعملها كده دور وترجعي تحط في قلب البيض وتعملي تاني في البقسماط عادي، هتعمل لك طبقة كده على الكفتة بتبقى جميلة. تمام كده يا حبايبي. ابراهيم بقى هتكمل وانا هروح على الزيت بتاع لمكان الفراخ، وبعدين انا هحمر فيها الكفتة. الزيت ده مش هرميه، انا هستعمل برضو في آلية الكفتة عشان انا مش تقالة بس فيها للفراخ، متحمر فيها بس الا الفراخ. هنحمر بقى الكفتة بتاعتنا معاكم اهو، هنسيبها بقى تتحمر براحتها. وبعد ما تحمر من ناحية، الناحية التانية بقى يا حبايبي هنقلبها اهو. شوفوا ما شاء الله اللون بتاعها ذهبي وجميل، وكان ما شاء الله طعمها حكاية. يا حبايبي اهي شوفوا ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا كده بقلبها وهسيبها كمان شوية على الناحية التانية اما تتحمر وهشيلها وهنخلص بقى كل الكمية بتاعتنا ونجهز غدانا كله يا حبايب قلبي. والفيديو بتاعنا هيبقى كده حلو وبسيط، وان شاء الله هنبقى نشوفكم في فيديوهات جديدة على خير يا حبايب قلبي. بس انا هجيب بقى طبق كبير وهطلع فيه الكفتة بتاعتنا كده يا حبايبي. هي كده اتحمرت، انا جبت الطبق بتاعنا وبطلع فيه، يعني انا هحمر واطلع فيه كل كمية الكفتة بتاعتنا، وبعد بقى ساعة الاكل هنحطهم بقى في اطباق عشان تفضل سخنة فيها. انا بطلعها واحطها في الفرن وكده يا حبايب قلبي. الغدا بتاعنا جاهز،
واكلنا جاهز اهو، مع الف سلامه، واشوفكم في فيديو جديد.